الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله. درس اليوم: كن أنت الأحسن. ما في إنسان في الحياة إلا ويفضل أن يكون هو أفضل الناس وأحسن الناس. هذا صاحب الهمة العالية. كن أنت الأحسن لأن هذا مراد الله. قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن صلاة وأحسن صناعة وأحسن تجارة وأحسن أخلاق وأحسن كل شيء. ولذلك الله عز وجل قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنت لما تسمع واحد يدي لك نصيحة وكذا كذا لا تدورش الحاجة ده، لا، اتبع الأحسن والأفضل. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حتى في القول: وقولوا للناس إيش؟ حسنا. حتى في الجدال والنقاش: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المعاملة: وخالق الناس بخلق حسن. إذن فالله عز وجل يريد منك أن تكون أنت الأحسن قولا وفعلا وأخلاقا. وتخيلوا يا أولادي لو أننا فعلنا كل ما نستحسنه من فعل الناس الحسن، وتركنا كل ما نستقبحه من الناس من الفعل السيء، لكنا نحن الأحسن. يعني قيل لغرابة ابن أوس الأنصاري: بما سدت قومك؟ قال: عفوت عن سفيههم وحلمت عن جاهلهم وسعيت في قضاء حوائجهم وأعطيت سائلهم، فمن فعل مثلي فهو مثلي، ومن فعل أفضل مني أو أكثر مني فهو أفضل مني، ومن فعل أقل مني فأنا خير منه. هي مسألة تنافسية، مسألة تنافسية. لذلك بعض الأحيان تحصل واحد يقول لك: قل له صلي. قال له: ليش يصلي؟ هو ذاك فلان يصلي ويكذب، فلان يصلي ويأكل حرام، فلان يصلي ويرتشي. طيب كن أنت أحسن منه. صلى ولا تكذب، صلى ولا تأكل حرام، صلى ولا ترتشي. أما أنك تجعل عملك كله سيء بحجة فلان، لا. لأن تخلط عمل صالح وعمل سيء خير من أن يكون عملك كله سيء. أو يجي يقول لك فلان، يعني حتى بعض الجلاس يقول لك: كيف أنت تصلى وإذا أنت تسكر وتفعل وتكذا؟ لا، صلى إن الحسنات يذهبن السيئات. صلى سيأتي يوم من الأيام الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. لكن أنت تريد أن تكون يعني لا حول. لا. النقطة الثالثة يا أولادي: لابد أن تكون همتكم عالية. الذي يرضي بالدون هذا ما عنده، يعني ما مسكين. شوف أنت لو تجي توطن نفسك، أقول لك: يا ابني أريدك أن تكون من أوائل الثانوية العامة، وأنت توطن نفسك تقول: إن شاء الله أكون الثانوية العامة، أكون من أوائل الثانوية العامة. أنت ضمنت النجاح؟ لا، أكيد ضمنت النجاح. ليش؟ يا إما تجي الأول يا إما تجي الثاني يا إما تجي من العشرة الأوائل، يعني ضمنت النجاح. لكن لو قلت أنا أريد يعني أنجح، إن شاء الله أنجح، ما ضمنت النجاح، لأن همتك إيش؟ واطية. ولذلك شوف كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا سألتم الله الفردوس، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ما تقول: أنا يا رب دخلني الجنة، أنا اشتري دخلني الجنة باب الجنة. لا لا لا، اسأل الفردوس الأعلى. إن سألت الفردوس الأعلى ستكون همتك أن تسعى لذلك، فتكثر العبادة والطاعة والصدقة وتبتعد عن السيئات، وينفع فتكون بذلك ضمنت الجنة. لكن لما يكون همتك بسيطة دانية، لا، الدنو هذا يخليك داني، ما يخليك مرتفع، ما يخليك في علو. النقطة التي بعدها يا أولادي: اقتناص الفرص. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي
يدخل زمرة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كضوء القمر. قال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، شوف اقتنص الفرصة، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك عكاشة. هل خلاص تغلقت باب الجنة ولا لا، بس الرسول صلى الله عليه وسلم يريد يعلمنا أن السابق ليس كاللاحق. اقتنص الفرصة، كن أنت الأول، كن أنت الأحسن، كن أنت الأفضل. وهذا هو الصواب والأحسن. ولذلك دخل 3 نفر والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل درس في المسجد. فلما دخل 3 واحد وجد فرجة في الحلقات، أسرع إليها وجلس، والثاني استحى جلس خلفه، والثالث رجع خرج من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء 3 يعني اقتنص واحد منهم الفرصة، هذاك الذي جلس فين؟ في الفرجة. الثاني يعني استحى أنه يخرج من إيش؟ من درس النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخر خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بحال 3 نفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: أما أحدهم فقد آوى إلى الله فآواه الله. هذا الذي ذهب يبحث عن الموعظة والدرس والعلم، هذا آوى إلى الله. شوف الإنسان الذي ذهب إلى حلقة الذكر آوى إلى الله. وأما الآخر فاستحيا الله منه، يعني استحي أنه يخرج يترك الدرس يخرج. هذا جاء راغبا الأول، والثاني يستحي. وأما الآخر فأعرض الله عنه. الذي يعرض عن الذكر وعن الموعظة هذا هو يعرض عن الله، هو ما يعرضش عنك، يعرض عن الله، لأنه لا يريد يسمع كلام الله وكلام الرسول، ولذلك أعرض الله عنه. يا أولادي، أننا يجب أن إذا أردنا أن نكون نحن الأحسن، كما قلت لكم، أن نكون سابقين في الخيرات، فارين من المنكرات، راغبين برضاء الله، مطيعين لله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا الأحسن في الدنيا والأحسن في الآخرة. صلى الله على محمد. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.